السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل: ونكتب ما قدموا وآثارهم. صدق الله العظيم. آية طيبة ولكنها خطيرة جدا. هنيئا وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، والويل كل الويل لمن مات وبقيت ذنوبه. رسالة في مجتمعنا وعصرنا الحالي، أولا للبنات اللي بتنشر صورها بملابس فاضحة أو خادشة للحياة أو غير محجبة ومالية البروفايل عندها. وياما شفنا الفترة اللي فاتت كتير من هذه الحياة. تدخل على صفحة واحدة قد يكون توفاها الله عز وجل، فتلاقي الناس تقول: يا اخوانا ما حدش يبص، يا اخوانا ما حدش مش عارف ايه، يا اخوانا حاولوا تشيلوا الصور دي. طب ما انت دلوقتي في فرصة، يعني البروفايل بتاعك ده هيفضل بعد مماتك فترة طويلة. فانت تخيلي بقى لو انت حاطة بقى مليانة صورك بملابس لا ترضي الله عز وجل، فالناس نفسها هتعاني بعد وفاتك، وهتفضل تقول ما حدش يبص لصورها، حد يشيل صورها، حد يعمل حد. يا اخوان، وبتبقى حتى في جدل سبحان الله وبين الجماعة اللي مالين صفحاتهم بقى أغاني ومهرجانات وكلام ما يرضيش ربنا. فتلاقي برضو الناس تقول لك محدش يدخل يسمع الأغنية بتاعته، محدش يدخل يشوف الفيديو اللي هو كان مركب عليه أغنية. فأنا بستغرب سبحان الله، إحنا الآن في مهلة وفسحة من الوقت. سيب يا عم، انشر على بروفايلك يا عمي حديث وقرآن وكل حاجة، حتى لو هيقولوا عليك شيخ ولا هيقولوا لك انت عاملنا فيها شيخ ومش عارف ايه. مش أفضل من بعد ما تموت يفضلوا يقولوا طب ما حد يشيل الصور دي ولا حد يشيل الفيديوهات دي؟ ونكتب ما قدموا وآثارهم. انت متخيل اللي انت عملته هيكمل؟ اللي انت عامله وكتبته في هذه الدنيا وتركته على بروفايلك سواء من حسنات او سيئات فهو مكمل. يعني تخيل انت نشرت مقطع قرآني ويفضل في ميزان حسناتك الى ان تلقى الله عز وجل، يعني توفاك الله عز وجل وتلاقي الناس مبسوطة بيك وتقول ده اخر ما نشره على البروفايل بتاعه. فتلاقي سبحان الله ان ربنا برحمته وكرمه ممكن يخلي كل حد يسمع هذا المقطع القرآني أو هذه المعلومة أو هذا الحديث اللي أنت نشرته في ميزان حسناتك. تفاجئ يوم القيامة بميزان حسناتك بيزيد. الله، ده من إيه ده يا رب؟ لا، ده من المقطع أو الشيء الآية القرآنية اللي أنت نشرتها على البروفايل بتاعك. عكس واحد تاني أو واحدة تانية مخلي البروفايل أعزكم الله حاجة ما ترضيش أي حد، يتفاجأ بأوزاره قد زادت ولا يحملن أوزارهم أوزارا مع أوزارهم. فالموضوع محتاج مراجعة مع النفس يا جماعة. اديها بصة كده على البروفايل بتاعك وشوف يرضى ربنا ولا ما يرضيش.